أنباء من النادي الأهلي، أنباء خاصة لمودرن كورة. طاهر أبو زيد يستعد للنزول في انتخابات النادي الأهلي القادمة على منصب الرئيس، ويحضر لقائمة قوية، وقد يتواجد معه نجوم سابقين في النادي الأهلي. تعرف على ما حدث. طبعا زي ما احنا عارفين بالظبط فاضل سنة واحدة بس وتبدأ انتخابات النادي الأهلي الجديدة. شهر 11 2025 هتبدأ الانتخابات، وبالتالي محمود الخطيب هيعمل له طبعا قائمة بقى جديدة ويترشح من جديد. ده طبعا لو بند ال8 سنين لم يطبق على الأندية. عشان كده دلوقتي في كلام وارد من النادي الأهلي بيتقال كده بالحرف ان طاهر ابو زيد بيعمل احتياطاته تحسبا لتنفيذ بند ال8 سنوات على الانديه. وقتها مش هيكون من حق محمود الخطيب انه يترشح، وقتها بقى طاهر ابو زيد هيكون شايف ان دي انسب فرصه له لرئاسه النادي الاهلي. عشان كده من دلوقتي طاهر ابو زيد بدا يشتغل على انه يجهز قائمه خاصه للنزول بيها في انتخابات النادي الاهلي، حتى ولو الخطيب هيترشح. لو لقى طاهر ابو زيد ان قائمته هتكون قويه، من الوارد جدا انه ينزل لمنافسه الخطيب.